السلام عليكم. فيديو جديد. اليوم غنقدم لكم بريوش ولا ديشناك بلدان فيمي ديك الرومي المدخن وهذا الفرماج ساندويتش. بالنسبه للمقادير عندنا 70 غرام ديال الماء، 70 غرام ديال الحليب، 2 بيضات، وعندنا 400 غرام ديال الدقيق، واحد 5 غرام ديال الملح، 10 غرام ديال الخميره حبيبات، و10 غرام ديال السنيده، واحد المعلقه كبيره ديال لا موطارد الونسيان، هذه اللي كيكون فيها حبيبات. سينو الا ما عندكمش ديروا غير العاديه. نبداو على بركه الله. غناخذ انا غنعجن بالعجانه، ممكن تعجنوا بيديكم. غندير الدقيق، بالنسبه للدقيق قلت لكم 400 غرام. غندير هذيك الخميره، الملحه، يعني كل حاجه نحاول نديرها في قنت باش ما تلاقاش لينا الخميره مع هذا. نجيب واحد المعلقه، ندير هذيك لا موطارد الونسيان. قلت الا ما كانش كاينه عندكم تقدروا ديروا غير لا موطارد ولا تعوضوها بلا مايونيز، ممكن ما ديروهاش كاع. غندير السنيده، وغندير البيض. غندير كلشي في خطره، غير الزبده هي اللي غنخليها حتى الاخر. غندير الحليب، كلشي في حراره المطبخ، يعني ماشي بالضروره ديري الماء سخون. بالنسبه للماء غنعجن ونشوف واش غادي نديرو كامل ولا نرجع معكم بعد ما نعجن، لان العجانه غادي دير صوت قوي. غنزيد الماء، يعني تقريبا بالنسبه للماء هذاك الماء غنديرو كامل. ونستمروا في العجن حتى تعجن مزيان. عاد نزيدو هذيك 60 غرام ديال الزبده، واقيلا ما قلتهاش لكم في المقادير. الزبده غنبقى نزيد شويه بشويه. انا غنزيدها وحيت غنشعل العجانه غدير الصوت، يعني غادي نحبس. المهم نتوما غتبقاو تزيدوها شويه بشويه. وهذه هي العجينه من بعد ما عجنها تقريبا واحد 10 دقائق. غنخليها واحد ترتاح واحد 15 دقيقه ونرجع معكم باش نشكلوها. رجعت لكم بعد ما دات 15 دقيقه. غناخذ العجين ديالي. قبل غادي ندهن هاد البابي دو كويسون، ندهنو شويه بالزيت لان العجينه شويه مرقوصه.
رجعت معكم. غنحاولوا نسرحوا هاد العجينه. نحاول نسرحها بالطول وبالعرض. عجينه راها زوينه يعني عاطيه الطوع، غير خليوها ترتاح. شحال ما ارتاحت شحال ما مزيان. غادي نسرحها ونرجع معكم. العجينه بعد ما سرحتها غنحاول ندهنها بهاد لا موطارد لونسيان. اللي ما عندكمش هذه راه تقدروا ديروا غير العاديه، يعني غير الموطارد العاديه. ما غنكثرش لان ولادي ما كيبغيوهاش بزاف. المهم نسرح هاد لا موطارد ونرجع معكم. غنحاول ندير هاد لا دانت فيمي. عندي هذه اللي فيها البزار في الحواف، ما نحاول نديرها حتى هي. ومن بعد غندير فوق منهم هاد الفرماج ساندويتش. ندير هاد العمليه ونرجع معكم. غنرش شويه لي زارب دو بروفانس كيجيو زوينين. ودابا غنحاول نجمع هاد الشناك ولا هاد لابغيوش. هادشي علاش درتها في هاد البابي حيت كيعاون. نحاول نجمع ندفع شويه هذا. نحاول ندفع هذا شويه. وهاد الاخر نحاول ندير ليه بحال هكا باش يتسد مزيان. هاد الجناب معليش. نحاول نسد اساسي هو نحاول نسد هاد الجناب مزيان باش ما يتحلوش ليا تقطع. ومنين نبغي نقطع
المهم نحاول نسد هنا مزيان ونرجعه هنا في هذا البابي. نحاول نسدها نجمعها في هذا البابي. نديرها في الكونجيلاتور تجمع راسها باش نقطعها ونرجع معكم. هاد خرجتها من بعد ما بقات شويه في الكونجيلاتور، ودابا غادي نحاول نقطعها. نحاول نقطع هاد البلاصه. بالنسبه للتقطاع غناخذ واحد الخيط باش غنقطع، لان العجينه رطبه ما غتساعدنيش في التقطاع. نحاول نقطع معكم واحده اخرى لان ديشارجات ليا عمرات ليا الكاميرا، مبقاش عندي فين نشارجي. المهم هاد القضيه سهله احسن من الموس، لان العجينه شويه كتاخذوا خيط ديال الخياطه وكتبداو تقطعوا به قياس اللي بغيتو. جمال هادي بالنسبه لهادي غنخليها بحال هكا. غنشد هاد المول غندير فيه هاد غندهنهم بالبيض مع شويه ديال الصويا صوص.
ندهنهم ونرجع معكم. نخليهم يخمروا ونرجع معكم بعد ما يخمروا باش نديرهم في الفرن. وهذا هو الشناك من بعد ما خمر. غنديرو في الفران اللي مسخن من قبل، درجة الحرارة 200. المدة نقولوا شي 25 دقيقة، ونرجع معكم بعد ما يطيب. وهذو هما الاشكال النهائيه ديال الفطائر اللي درنا. هادو درتهم على شكل بريوش، وهذا درتو على شكل شناك. نوري لكم كيفاش كيجي من الداخل. نتوما كيجي رائع فش. هادو تقدروا تزوقوهم بالمايونيز. انا نوريكم كيفاش لازم.